السلام عليكم. تصريح خطير من بيرسيتاو يكشف حقيقة انتقاله للزمالك ويفاجئ الأهلي بتصريح تاريخي ويبكي الملايين بسبب ابنه الصغير. شاهد ماذا قال. في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي وقابله أمام الاتحاد ليفقد 4 نقاط في مشواره في الدوري المصري، أشارت بعض التقارير من داخل جنوب إفريقيا أن الزمالك يريد انتقال اللاعب الجنوب إفريقي بيرسيتاو إلى صفوفه. وسأل صحفي جنوب أفريقي في قناة سبورت 2 وسأل بيرسيتاو وقال له: هل ستذهب إلى الزمالك أم لا؟ فرد وقال: الزمالك بالفعل يريد انتقالي إليه، وعرض علي أموال كثيرة علشان يحصل على خدماتي وأكثر مما أتحصل عليه في النادي الأهلي. وقال لوكيلي إنني سأقوم بحملة إعلانية سيكون دخلها لي لوحدي، بالإضافة إلى عدة مكافآت في العقد. ولكن أنا صراحة رفضت عرض الزمالك تماما، لأنني لا أريد اللعب في مصر سوى للنادي الأهلي فقط. فأنا أتيت من بلجيكا خصيصا لكي ألعب في النادي الأهلي، وفزت مع النادي الأهلي بالعديد والعديد من البطولات الأفريقية والمحلية، وشاركت في كأس العالم للأندية. فأنا حاليا أمر بفترة سيئة مع النادي بسبب تعب ابني الصغير. أعلم أن مستواي متذبذب جدا خلال الفترة الأخيرة، فأنا لدي ابني يعاني من مرض نادر، وهذا الذي يؤثر على نفسيتي كثيرا هذه الأيام، وجعل مستواي فعلا متذبذب إلى حد ما. وأرجو من كل جماهير النادي الأهلي أن تدعو لنجلي بالشفاء العاجل، وأن ألعب دائما مع النادي الأهلي، وإن ده ما يأثرش على نفسيتي، لأنني لا أريد أن أكون موظف، ولكن أحب أن أكون عنصر فعال في انتصارات النادي الأهلي. الأهلي هو النادي الوحيد داخل قارة إفريقيا الذي أتمنى الاستمرار في صفوفه، على عكس الزمالك الذي فيه بعض الاضطرابات سواء مادية أو فنية. من الجنون أن ترحل عن النادي الأهلي وتذهب إلى الغريم الأقل فنيا وماديا حتى في البطولات التي يشارك فيها. أعتقد أن جماهير الأهلي ستدعمني وتقف بجواري. أعلم أنني تعرضت لفترة طويلة من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة، ولكن أعذروني، فتعب ابني يؤثر كثيرا على نفسيتي. تعبه تعب نادر، أتمنى له الشفاء، وأتمنى من كل جماهير النادي الأهلي أن تدعمني وتدعي لابني بالشفاء العاجل خلال الفترة القادمة، وأن أستمر داخل صفوف النادي الأهلي، وأن تروا مني الكثير والكثير. وأتمنى دائما التوفيق لكل الأهلي ولكل جماهيره العظيمة.